أنا اسمي ريجينا ودي حكايتي. اتولدت من زمان قوي في ضواحي مدينة روما. من أول لحظة في حياتي كان حظي وحش قوي، لأن ماما ماتت وهي بتولدني، ففضلت يتيمة الأم. أبويا كان راجل مهم وغني جدا من نبلاء روما، وكان عنده قصر كبير جدا مليان بالخدم. لكن أبويا كان مش مسيحي، كان بيعبد الأوثان زي باقي الناس، ولأنه كان مشغول بحياته فراح قرر إنه هو يسلمني لواحدة من الخدم في القصر. وكانت ست طيبة جدا مسيحية مؤمنة بربنا يسوع مليانة محبة. الخادمة دي كانت بتعاملني كأني بنتها بالظبط، وعلمتني الفضائل والأخلاق وحب الناس. كبرت شوية وكنت بحب الخادمة دي جدا، بدأت أشوف إن هي مختلفة عن باقي الناس اللي في القصر. فسألتها وقلت لها: انت ليه مش بتروحي مع باقي الخدم وتعبدي الأوثان؟ فقالت لي: أنا مسيحية، أنا بعبد إله السماء والأرض مش الأحجار زي الأوثان. الكلام ده وقتها أثر في قلبي جدا، وحسيت برغبة كبيرة إن أنا أتعلم أكتر عن الإله اللي هي بتحبه. وكل يوم كنت بقعد معاها أسمع منها عن المسيح، لحد ما في يوم قررت إن أنا عايزة أبقى مسيحية، وطلبت منها إن أنا عايزة أتعمد وإن أنا أكون مسيحية. الخادمة فرحت جدا وتودتني القسيس طيب قوي، هو اختبر إيماني وعمدني. ومن اللحظة دي قلبي بقى مليان بمحبة المسيح، وعشت حياتي عشان أعبده وأحب يسوع كعريس سماوي وبس. وفي يوم من الأيام كان في احتفال كبير في المدينة، وكل الناس رايحة لمعبد الأوثان، وأبويا طلب مني إن أروح معاه، لكن أنا رفضت. ولما سألني ليه قلت له: مفيش معنى لعبادة الحجارة، لأن أنا بقيت مسيحية وبعبد الإله الحي. أبويا وقتها اتصدم واتضايق جدا لما عرف، فقرر إن هو يطردني من القصر. وقتها أنا فرحت، ما زعلتش، كنت فرحانة جدا بالخروج، لأنه كده هقدر أعيش حياتي براحتي وأصلي لربنا يسوع المسيح. رحت أنا والخادمة المزرعة قريبة، وهي اللي كانت بتعرف ترعى الغنم. بدأت أعيش بين الصلاة وقراية الكتاب المقدس، وكنت مبسوطة جدا. ولما وصلت لسن 15 سنة كان في حاكم اسمه إليبريوس شافني وأعجب بيا وبدأ يسأل عني. ولما عرف إن أنا من عيلة شريفة وطردني أبويا بسبب إيماني، بعت يطلبني وعرض عليا إن أنا أرجع للقصر، ووعدني إنه يتجوزني ويخليني أميرة. لكن أنا رفضت، قلت له: مفيش حاجة هتقدر تغريني، أنا بحب المسيح وهو أغلى عندي من أي مجد زايل. أوليبريوس زعل جدا، قرر إن هو يعذبني، وبعدها راح أمر بسجني وحطوا في إيديا ورجليا سلاسل حديد. رغم العذاب أنا كنت صابرة ومتمسكة بإيماني. اتعرضت لضرب وتعذيب شديد جدا، لكن كنت دايما بقول: يا يسوع أنا ليك أنت وبس. ولما أوليبريوس رجع لقى إني لسه متمسكة بالمسيح، فغضب أكتر وقرر إن هو يعذبني بأبشع الطرق، بالأمشاط الحديدية والحرق. ورغم كل اللي حصل كنت بصرخ باسم يسوع متمسكة بإيماني. وفي النهاية أمر الحاكم الظالم بقطع رقبتي، وبكده استشهدت ونلت إكليل الشهادة. القديسة ريجينا عاشت حياتها بحب قوي للمسيح، وكانت مثال للشجاعة والثبات. النهاردة بنطلب شفاعتها ونقول لها: اتشفعي لنا قدام ربنا يسوع المسيح عشان يدينا القوة والإيمان زيك، ونتمثل بفضايلك، ونقدر نوصل للنصيب الصالح في ملكوت السماوات. أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة ريجينا العذراء، ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة. وتابع قناتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.